السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، المتتبعات الوفيات النجداد، مرحبا بكم وألف مرحبا. نتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم بأتم الصحة والعافية. اليوم كما كتشاهدوا غادي نحضر معكم صابلي بريستيج بالنوكا، كيجي رائع لا شكلا ولا مذاقا، وجميع الاسرار ديال الصابلي. اللي كتلقى مشكل في الصابلي تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش ان شاء الله تستفيدي من جميع النصائح، والا درتيه ان شاء الله غادي ينجح لك. ونمشيو على بركة الله لطريقة التحضير. هنا عندي في قصرية غادي نضيف 250 غرام ديال الزبدة النوعية الممتازة. هنا حيت دايرين صابلي بريستيج ضروري ما غاديش نخدمو مارغرين، غنخدمو بالزبدة النوعية الممتازة اللي صراحة كتعطي البنة وكيكون فرق كبير بينها وبين الاخرى. هنا عندي 2 كيسان ديال سكر حبيبات، ممكن تضيفوا كاس سكر كلاصي، والا كانت عندكم سنيده غليظه غربلوها تخرجوا منها واحد 2 كيسان وضيفوهم. درت واحد الفلو ديال الكراميل اللي كيوحد لنا اللون، وضفت واحد نص معلقه ديال الفاني بودر كيعطي واحد المذاق حتى هو زوين، وكذلك معلقه الجليكوز ما تصورتش، ضروري الجليكوز ديروه راه كيجي زوين، هو كيحافظ لنا على الصابلي ما كيتهرش دغيا واش كنطيبوه ما كيبقاش يتهرس، كيحافظ على الصابلي. ودرت واحد 2 معالق ديال بودره اللوز. المهم انا اللوز هكا غير صهدت واحد شويه طحنته خليته بقشرته حتى هو كيعطي واحد اللون زوين. وغادي نضيف نص كاس ديال الزيت. بالنسبه الى درتو المارغرين هي ما كتكونش دهنيه، غديروا كاس ديال الزيت. هذه بالنسبه للزبده سبيسيال كتكون دهنيه، والا درنا الزيت غادي الصبلي غادي يبقى يطلق الزيت وما غادي يجي دهني بزاف. من الاحسن غتضيفوا غير نص كاس كافيه. هنا من بعد ما خدمت ديك الزبده، ضروري ما نخدموا الزبده مع السكر دوك المكونات كاملين، وما تنساوش واحد القبيصه د الملحه. وهنا غادي نزيد 3 البيضات. هذا هو الصبلي اللي كندير، كيجي رائع رائع بزاف، كيجي بنين ومقرمش وكيصبر لكم واحد المده طويله شاد ديك التقرميشه ديالو. من بعد كندير الطحين اللي تكون النوعيه ديالو ممتازه، ديروا هذاك اللي كيكون في الكاغيط، ما ديروش ديال البلاستيك. صافي هنا كنبقى غير كنلعب بيها هكا في يديا بحال هكا، ما تعجنوهاش باش ما تقلص لكمش في الفران وتطلق لكم الزيت. هانتوما كنبقى غير كنلعب فيها حتى داك الطحين كله كيدخل في ديك الزبده. وصافي كنقسمها ونديرها في الثلاجه ضروري من السلوفان. هنا ما تقصحوهاش بزاف باش ما تطلق لكمش كذلك الزيت، فاش كتقصح كتطلق الزيت وكدي فورمه. وكذلك تجيكم زوينه حتى داك السيلباط كطبع لكم فيه مزيان. الا كانت العجينه قاصحه فاش كنحطوها فوق داك السيلباط ما كتطبعش مزيان، ديك الرشمه ما كتخرجش مزيان حيت العجينه قاصحه. صافي هنا من بعد ما كنديرها في الثلاجه وكتبرد ترتاح، صافي كنديرها هكا ما بين 2 بلاستيكات وكنطلق. دائما باش يجيكم السمك مقاد، الطريقه اللي كنديرو دائما تحطوا الدلاك في الوسط ونمشيو للجناب بحال هكا باش يجينا بحال الجناب بحال الوسط، كلشي يجينا مقاد سمك واحد، ما يجيناش الوسط غليظ والجناب رقاق. هذه ديما هانتوما دائما الدلاك كيجي في الوسط. انا نعاود نوريكم الطريقه كيفاش. هانتوما في الوسط وكنجر لعندي هنا عاوتاني كنحط في الوسط ونجر لهيه صافي حتى هنا من بعد كنهز هاد الميكا بحال هكا وغادي نقلب هنا باش ما بقاش يلصق لي الصابلي. هنا غنجيب القطعه اللي غنخدم بها، ودائما خدموا بالكميه اللي هي قليله باش ما بقاوش تعاودوا في ديك العجينه وتعاودوا في الاخر داك العجينه اللي بقات لكم في الاخر كتعوج. بقوا داك المعوده دائما حيت كتكون صغيره كنغلبوا عليها. صافي هنا غادي نقطع بهذا المرشم ديال الورده راه موجود. هنا غير كنحط يدي وكنبرك، ما كنميلش هكا المرشم، كنبرك ونقطع. دائما العجينه تكون بارده باش كتسهل. وهنا بالنسبه للسمك ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق، حيت حنا ما غاديش نلصقو وحده مع وحده، غادي نديروها غير متوسطه، ما تجيناش ديك غليظه بزاف وما تجيناش عاود رقيقه غادي تبقى تهرت لينا. هذا هو السمك ديالها. صافي غادي طيب غادي تجي هي هذيك. صافي هنا غادي نستفهم في اللاطه هاد السيلباط هذا. هنا كنعاود باش تجيكم الرشمه شاده مزيان، العجينه تكون شويه خفيفه ما تجيش قاصحه.
ماشي خفيفة، خفيفة المهم تكون قياس. هنا باش هاد السيلبات يجيكم مرشوب كما شفتوا في الصورة الأولى. والعجينة اللي كتبقى لي بحال هاد الطريقة كنديروا لها بحال هكا، غادي نطلقها وصافي. من بعد ما غنطلق هاد الثانيه غادي تبقى لي غير واحد شويه، غادي نزيد عليها البارده. هنا صافي غادي ندخلو الفران على عافيه مهيله مهيله مزيان حتى كيتوحد اللون ديالو. الصافي اللي ما كيبغيش عافيه مجهده حتى هو كيبغي بحال الفقاص باش كيتحمر وياخذ لنا داك اللون اللي هو زوين. هنا غنمشيو للنوكا. هنا غادي ندير هاد الكاسرونه في كما شفتوا فوق الميزان، غادي نضرب الزيرو باش نحيد الميزان العبار ديال الكاسرونه. وغادي ندير 100 غرام ديال الزبده تكون نوعيه ممتازه. النوغا ما كتجي زوينه بمارغرين نهائيا. نفس القياس اللي درت الزبده غادي نديرو في الجليكوز. غادي ندير حتى هو 100 غرام ديال الجليكوز، وغادي ندير 100 غرام ديال السكر سنيده. نفس القياس الزبده والجليكوز والسكر كلهم نفس القياس. وهنا غادي ندير واحد المعلقه ديال الماء. علاش هاد المعلقه ديال الماء؟ حتى الجوج باش ما كتجيكم ديك النوكه كتلصق في السنفج وتبقاو تعطوها تجيكم قاصحه. ندير دوك جوج معالق. هنا كنديرها فوق النار حتى كتطلق. هذا الرغوه دائما كنحرك مزيان مزيان باش ديك النوكه ما تطلق لكمش الزيت حتى كنحصلوا على هذا الرغوه بحال هكا. وغادي نضيف الزنجلان. بالنسبه للجنان كنضوبلو المقدار، يعني كنديروا 200 غرام ديال الزنجلان يكون منقي بطبيعه الحال ومغسول، غير هو ما تحمروش لحقاش الا حمرتوه حنا مازال غادي نطيبوه غادي يتحرق لكم ويجيكم فيهم واحد المذاق اللي هو ما غاديش يعجبكم. صافي هنا كنخلط مزيان حتى كينسجم هادشي كامل. وصافي غادي نجيب المول اللي غادي ندير فيه. هنا بالنسبه الفيديو فاش كنت كنخوي في هذا المول ديال الدولار، كيقولوا له هذا ديال الدولار، ما لقيتوش. المهم كديروا غير القياس وصافي كطيبوها دغيا كما كتشوفوا السمك ديالها رقيق. هنا حمرتها واحد شي شويه باش كتعطي واحد المذاق زوين. نشوفوا اللمعه اللي كتجي فيها. وصافي غادي نمشيو باش نقادو الصابلي. هنا بالنسبه للصابلي من بعد ما طاب شوفوا كما كتشوفوا اللون ديالو كيجي موحد وزوين. هنا غادي نجيب شويه ديال الكراميل. ممكن تلصقوا باي تعليكه عندكم، يعني كما كتعرفوا الكراميل كيجي بنين. هنا اللي بغات تلصق بالجليكوز والناباج المهم لكم الاختيار. وهنا غادي نوضع هاد النوغا بحال هكا. نعاود معكم واحده اخرى. المهم هادشي راه ساهل وبسيط والشكل ديالو كيجي راقي وجميل. صافي نستمر هكا حتى نخدم هاد الوريدات هادو اللي غنحطو فوق هاد الصابليه. هنا عندي لاباط داموند، عندي هنا في الابيض وعندي في الاخضر. المهم ممكن ديروا لاباط عجينه اللوز، ممكن ديروا عجينه السكر، ممكن ديروا عجينه الشكلاط، اللي عجبكم زينوا به. انا المهم عندي هاد لاباط داموند وكتجي زوينه الصراحه. غادي نديرهم في هاد المول ديال الوردات السيليكون. غادي ندير وحده خضراء وحده بيضاء. اي المول عندكم عجبكم بغيت ديروه ماشي ضروري ديروا هاد الورده. دابا السوق عامر بزاف بهاد لي مول هادو. صافي كنضغط عليها مزيان باش تشد لي ديك الرشمه مزيان. وهنا غادي ناخذ شويه الكراميل في الوسط وغنلصق هاد الوريده ساهله مهله دغيا كتشد. هنا اللي باغا تزيد دير واحد العقيقه في الوسط ديرها، اللي بغا دير داك الملمع حتى هو غتزين به داك الفوق ديال الورده. المهم كنوع هنا ما بين اللون الاخضر واللون الابيض. صافي كنبرك عليها غير واحد شي شويه باش تثبت وصافي غادي نكمل انا بها نفس الطريقه. وهذا هو الشكل النهائي ديالو من بعد ما استفتو في هذا البلاطو. كما كتشوفوا اللون ديالو مذهب وداك ديك الرشيمه
مثابته مزيان في الصابليه، كتشوفوا دوك الكارويات مطبوعين مزيان، وكذلك داك النوغا اللي كتجي رطبه وزوينه. نتمنى تستافدوا من جميع النصائح في هذا الفيديو هذا ان شاء الله، باش اللي درتو ينجح ليها وتقول لي راني صاوبت. وحتى انا صراحه كنفرح حيت كنعطيكم من القلب ديالي، باش اي وحده تتعلم، اي وحده درت شي حاجه ان شاء الله تنجح لها. وما تنسونيش اخواتي باللايك الفيديو، والى فيديو جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.